مهلبية الكراميل، حاجة كده يا جماعة رائعة جدا ولذيذة، كريمية، طعمها حلو شديد ومكوناتها بسيطة خالص. يلا نشوف كيف حنقدر نعملها. أول حاجة عندي 4 كاسات كبيرة من الحليب، حاضيف لهم 4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة أو الكورن فلور. ما عليكم بلون الحليب بتاعي لونه بيجي لأنه أنا ضايفة له حليب مبخر، انتوا بس تضيفوا حليب عادي 4 كاسات. بعد كده حنخلطهم كويس مع بعض ونخليهم على جنب. نجي المرحلة الثانية حنكرمل السكر، كوباية من السكر وعلى نار هادئة جدا نكرمل السكر بتاعنا لغاية ما يدوب معانا تماما، ما نخليه أكتر من كده عشان ما يحرق معانا ويمرر لنا الحلا. بعد كده حنضيف ملعقتين كبيرة من الزبدة، حندوب الزبدة مع السكر لغاية ما يدوب معانا تماما. وبعد كده حنبدأ نضيف الحليب اللي احنا عملناه مع النشا شوية شوية، حنضيف بس دفعة أولى بسيطة عشان نفك بيها كرملة السكر زي ما انتوا شايفين. بالراحة كده حنقلبهم مع بعض لغاية ما تدوب التكتلات دي كلها. أول ما نحس إنه التكتلات دابت تماما بعد كده ننزل بباقي الحليب بتاعنا ويدنا عليه تقليب مستمر لمدة 7-8 دقايق عشان ما يحرق معانا من تحت لغاية ما يتقل معانا القوام ويبقى بالطريقة دي. بس كده المهلبية بتاعتنا جاهزة، هتاخد معانا العملية دي 7-8 دقايق وحتكون معانا جاهزة. هنصبها في كاساتنا طوال وهي حارة لأنها بتجمد بسرعة، وبعد كده ندخلها التلاجة نص ساعة تبرد معانا وتتماسك أكتر. أول ما نطلعها من التلاجة نزينها باللي احنا حابينه. أنا زينتها ببسكويت مهروس، ممكن تزينوها بجوز هند أو صوص كراميل أو أي شيء. وبس كده، جربوها وادوني رأيكم في التعليقات. مع السلامة، في أمان الله.